اهلا بيكم. انا دكتور الاء وده نيوتريشن توكينج. تعرفوا ان من اخطر الدهون في الجسم بعيدا عن الوزن الزياده وكده هي الدهون اللي في البطن او الدهون الحشويه، لان الدهون دي مش مجرد دهون، لا دي كمان تعتبر عضو نشط بيفرز سموم التهابيه بتقاوم الانسولين وبتوقف حرق الدهون. تعالوا نشوف مع بعض ايه حل المشكله دي وازاي ان احنا نتجنب حدوثها. تعرفوا ان وجود الدهون دي بس بيسبب التهاب جامد في الجسم، وهو يعتبر من المسببات الاولى لمرض السكر والضغط وامراض القلب. الدهون دي مش موجوده كده وخلاص، لا دي كمان بتبقى ملتفه حوالين اعضائك الحيويه زي البنكرياس زي الكبد، وده بيعيق عملهم. طيب احنا ازاي نتخلص من الدهون دي؟ اول حاجة واهم حاجة او اول طريقة بتعمل تأثير في التخلص من الدهون دي هي طريقة الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده بيخفض الانسولين، واول دهون بيستهدفها الجسم عشان يزود السكر في الجسم بعد انخفاض الانسولين هو دهون البطن او الدهون الحشوية دي، فبتنزل في الحجم. وتاني حاجة طبعا الرياضات الخفيفة زي المشي السريع، ده بينزل برضو دهون البطن. لو استفدتوا من المعلومات في الفيديو ده اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب. سلام.